بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في القراءة والتعليق على كتاب زاد المسافر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، للشيخ أبي بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال. ولازلنا مع كتاب الجنائز، ومع المسألة الرابعة بعد 70 و800. يقول المصنف رحمه الله: باب القول في من يغسل الموتى وما يؤمر به من تفقد أحواله والستر عليه. قال الشيخ عبد العزيز، قال أبو عبد الله في رواية حنبل: لا يغسل الميت إلا رجل له ستر وعلم، وإلا فلا يغسله. هنا يتكلم عن مسائل تتعلق بالمغسل نفسه الذي يغسل الموتى، ويشترط فيه الذي يكون مغسلا للموتى يشترط فيه مجموعة من الشروط. وذكر هنا قال: وما يؤمر به من تفقد أحواله والستر عليه. ومن شروطه أن يكون المغسل مسلما. من شروطه أن يكون المغسل مسلما. بالأخ يقول كتاب عندنا من يعقد أحواله، لا، وما يؤمر به من تفقد أحواله والستر عليه، تفقد وليس يعقد. نعم. قلت: الذي يغسل يشترط فيه جملة من الشروط. الشرط الأول أن يكون المغسل مسلما. المغسل أو الغاسل يشترط فيه أن يكون مسلما، لأنه له نية، لأنه هو الغسل هذا عبادة، والعبادة لا تصح إلا بالنية، والنية لا تكون إلا من مسلم. واضح؟ فيشترط فيه الإسلام، إذ لا تصح النية من كافر. واضح؟ الشرط الثاني النية، سيأتي معنا أن النية هنا نتكلم في النية الاعتداد، يعني النية الابتداء لا تكون إلا من مسلم. لكن مثلا الصورة التي ستأتي معنا، وهو هل يصلح الوكالة في الغسل، يعني أن يكون الغاسل كافرا ويوكله مسلم، وتكون النية للمسلم، لكن الكافر يباشر الغسل فقط. هذه المسألة فهي يصلح فيها الوكالة كما سيظهر معنا. كذلك من شروطه، إذن الشرط الأول كما ذكرنا الإسلام في الغاسل، لا تصح من كافر ابتداء، يعني كافر ابتداء هو يغسل من نفسه لا تصح، إنما تصح من مسلم أوكله، فتكون النية من المسلم، هنا يصح. كذلك من شروطه العقل والتمييز. لا يشترط في الغاسل البلوغ، ولكن يشترط فيه العقل والتمييز، لأنه مبنية عليه النية. نعم.
وكذلك من شروطه الكمالية أن يكون ثقة. ثقة هنا التي قصدها المصنف رحمه الله في الباب، أنه يؤمر به من تفقد أحواله والستر عليه، يعني أن يكون ثقة لا يخرج سر الميت، أمينا، لا ينشر عيبه ونحو ذلك. الشرط الآخر عالما بأحكام الغسل، أن يكون عالما أو عارفا بأحكام الغسل. نعم، هذه من جملة شروط على جهة الاختصار في من يغسل الميت. طبعا تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه كل هذا فرض كفاية، كل هذا من جملة فرض الكفاية. نعم، فهو فرض على الكفاية، يعني إذا قام به من يكفي يعني يسقط عن البقية. طيب قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله، قال: لا يغسل الميت إلا رجل له ستر وعلم وإلا فلا يغسله. طبعا الستر هذه تكلمنا عنها، أن يكون ثقة، واضح، أن يكون ثقة، وعلم يعني علم بأحكام الغسل. طبعا في أولويات كما سيأتي معنا في من يقدم في الغسل. الأولى الناس به وصيه العدل، أولى الناس بتغسيل الميت وصيه، يعني من أوصى الميت بغسله. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء، كما جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف، وهذا مشهور من سيرته رضي الله عنه. كذلك أنس بن مالك رضي الله عنه أوصى أن يغسله محمد بن سيرين، كما خرجه ابن سعد في الطبقات. فأولى الناس بتغسيل الميت، يعني من جهة الأولوية، من أوصى به الميت وهو وصيه العدل، ثم أبوه في المرتبة بعد الوصي، ثم جده بعد أبيه، جده وإن علا، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، يعني الابن، ثم ابنه، ابن الابن، ابن الابن، وهكذا. الأخ من الأبوين الشقيق يعني، ثم الأخ من الأب، ثم وهكذا على ترتيب الميراث العصبة. فإن لم يكن له عصبات هنا ذو أرحامه، واضح، ذو أرحامه يعني أبناء خالته وأبناء عمته وهكذا. فإن لم يكن له من ذلك فالأجانب، والأجانب على الإطلاق، الأجانب على الإطلاق والتعميم، يعني حسب قربه من الميت. نعم، سيأتي معنا الاستثناء. الصلاة هذه للإمام، الأصل أن يقدم فيها الإمام، لكن الغسل على الترتيب الذي تقدمنا. يقدم من؟ يقدم الوصي معذرة، يقدم الوصي، وصي الميت الذي أوصى به للآثار التي تقدمت، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب من عصباته، يعني ابنه وابن ابنه، وإن نزل أخوه الشقيق مقدم على أخيه من الأب على ترتيب الميراث يعني، ثم ذو الأرحام، ثم الأجانب. نعم، هذا أولى الناس بتغسيل الميت. وقال رحمه الله وفي رواية قال: ينبغي للغاسل أن يستر ما يراه من الميت ولا يحدث به أحدا. أن يستر ما يراه من الميت، يعني ستر الميت من كل شيء يراه من عيبه من جسده، لا يحدث به. نعم، لا يحدث به أحدا. ويدخل في هذا أيضا ستر عورته حقيقة، فلا يحدث لأنه أمين. والعورة المقصود بها هنا أن يسترها في الميت ما بين سرته وركبته، واضح، لا ينظر إليها. نعم. طيب، وقال في رواية المروذي: غسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه وقد أرادوا خلعه فنودوا لا تخلعوا واستروا نبيكم صلى الله عليه وسلم. فيعجبني، يقول الإمام، فيعجبني أن يغسل الميت وعليه ثوب، يدخل يده تحت الثوب، كذا يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وعليه ثوب. وذكر عن ابن سيرين ليستر منه ما كان في حياته، يعني يغطي ما كان يستر منه في حياته. طبعا هنا في مسألة ماذا؟ في مسألة ستر الميت، ستر عورته. نعم، ستر عورة الميت أنه يستر ما بين، واضح،
يستر ما بين نعم ما بين ركبته وسرته كما تقدم معنا. نعم. وأنه نعم يغطيه ولا يجرده. ونحتج الإمام أحمد بأن النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا خلعه فنودوا لا تخلعوه واستروا نبيكم. وهذا مشهور في السير، فعله الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا لا ندري أن نجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا. الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم به وأقرهم به. طبعا هنا الحديث هذا من رواية ابن إسحاق ورواه في السيرة مشهور، وقد أخرجه أحمد في مسنده. فالميت واضح يستر ما بين عورته وسرته وركبته لا ينظر إليها. نعم، هو يجرد لكن يجرد في الأسفل لكنه يجعل ساتر ما بين سرته وما بين ركبته، هي ستر العورة. واضح. وقد روي في الخبر وإن كان في ضعف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا تنظر لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. طبعا هذا الحديث لا يصح، لكن المعنى موجود في فعل الصحابة أنه كانوا يجردون موتاهم. وإذا قالوا أن نجرد النبي كما نجرد موتانا، أنه كانوا يجردون موتاهم رضي الله عنهم لكن مع الستر. أي نعم، لكن مع الستر، ولذلك يكون عليه ستر خفيف. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم لما غسل، وهنا الإمام أحمد في رواية مروذي احتج بفعل الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه غسل في قميصه، وهذا خرجه مالك في الموطأ وهو مرسل. واضح. وهو مشهور. قال ابن عبد البر في التمهيد والحكم عندي فيه أنه مرسل عند مالك لرواية جماعة له عن مالك كذلك، إلا أنه حديث مشهور عند أهل السير والمغازي وسائر العلماء، وقد روي مسندا من حديث عائشة من وجه صحيح، كذا يقول ابن عبد البر. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسائل عبد الله يعجبني أن يغسل وعليه ثوب يدخل يده من تحت الثوب، كما ذكر هنا المصنف رحمه الله تعالى، يعني يدخل يده من تحت الثوب. طبعا هذا أستر للميت. إذا الميت يجرد لكن لا ينظر في عورته، لا يجوز. فهمت القضية؟ ولكن يوضع ساتر ما بين السرة والركبة. أي نعم، كما ذكر الإمام ها هنا. فيستره عن العيون أيضا، لا يغسل الميت في العراء، الأصل أن يستر في مكان مخصص في سقف أو نحو ذلك، فيستر عن العيون الناس يعني. واضح، يستر عن عيون الناس. ولذلك الإمام أحمد هنا احتج، قال ابن سيرين قال يستر ما كان منه في حياته. نعم، استحب ابن سيرين أن يكون بيت الغسل مظلما. ابن سيرين رحمه الله استحب ذلك، واحتج به الإمام أحمد رحمه الله في مسائل أبي داود، لأن هذا أستر، يعني غسله في مكان مظلم، يعني قدر فقط ما يحركه نحو ذلك فقط، وإلا يكون المكان مظلم ولا لكي يكون أستر. نعم. ولا يغسل تحت السماء، يعني هكذا في العراء وكذا لا يغسل، وإنما يغسل كما تقدم في مكان مظلم. ولا ينظر الغاسل إلا لما لابد منه من تقليب أو نحو ذلك. نعم. ولا يحضر الغسل إلا من يعين الغاسل، ليس أن يكون باب مفتوح، لا، وإنما يحضر الغسل من يعينه في الغسل. نعم، من يعينه في الغسل. سيأتي معنا ذلك في صفة غسل الميت. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى باب القول في صفة غسل الميت. طبعا صفة غسله هي غسل جنابة، يعني مثل غسل الجنابة، صفة غسل الميت مثل غسل الجنابة. قال الشيخ عبد العزيز قال الإمام أبو عبد الله في رواية حنبل ويبدأ الذي يريد أن يغسل الميت فيوضيه ويبدأ بميامنه كما هو يتطهر للصلاة. واضح، نفس صفة غسل الجنابة. ويخلل أصابعه ثم يغسل رأسه، يأخذ السدر فيضربه، فيأخذ رقيقه فيغسل به رأسه ولحيته، ويأخذ ثفله فيغسل به جسده، ثم إذا كانت الغسلة الثالثة يجعل فيه شيئا من الكافور. نعم. وقال في رواية أبي داود وكل غسلة يكون فيها السدر وإن بقي، لو كل غسلة يكون فيها السدر وإن بقي عليه منه شيء لم يضره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر.
اغسلوه بماء وسدر. طبعا حصل الروايتين في ذكر أنه الغاسل أول شيء لما يدخل مع الميت في مكان كما ذكرنا يستره به عن العيون، يستر ما بين سرته وركبته، يرفع رأسه برفق. واضح؟ بداية قبل الغسل، قبل أن يدخل في غسل الجنابة، يعني هو صفته نفس غسل الجنابة. قبل ذلك فيه خطوات، ما هي؟ أنه يرفع رأسه قليلا، نعم، كأنه يريد أن يقعده، قريب كأنه سيجلسه، يعني قريب من الجلوس. ماذا يصنع؟ يعصر بطنه برفق، عصرا رفيقا، كل شيء برفق، نعم، فإنه يفعله. واضح؟ ثم بعد ذلك يكثر صب الماء حينئذ لما خرج من أذى ونحو ذلك، ثم يلف يده بخرقة فينجيه. واضح؟ ينجيه، وهذا بالاتفاق، حكى الاتفاق غير واحد. لا يحل له أن يباشر بيده مباشرة أن يمس عورته، لابد أن يضع خرقة، ولذلك نحن حرمنا إليها النظر، فمن باب أولى المس محرم، فلذلك نستحب له أنه لا يمس شيء من بدنه إلا بخرقة، لفعل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد مشهور في السير، وإن كان في ضعف لكنه مشهور في السير ذلك. نعم. بعد ذلك ينوي الغاسل الغسل. احنا تقدم معنا أن الغاسل يكون مسلم، أو إذا كان كافرا الذي يغسل ينوي المسلم. واضح؟ ينوي المسلم تصح فيه الوكالة، الغسل تصح، غسل الميت تصح فيه الوكالة. طيب ماذا يصنع؟ ينوي الغسل. غسل ماذا؟ يعني غسل الميت، اللي هو نوع من أنواع غسل الجنابة، رفع الحدث يعني. ويسمي الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك كما ذكر أحمد هنا في رواية حنبل، قال يبدأ الذي يريد أن يغسل الميت فيوضيه، نعم، يوضيه يعني يوضيه وضوءه للصلاة، نعم، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية لما غسلت ابنته، قال ابدئي بميامينها ومواضع الوضوء منها، خرجه البخاري ومسلم. نعم. قال كما هو يتطهر للصلاة، نعم، واضح هذا. قال ويخلل أصابعه. واضح؟ طبعا قبل ذلك يعني يصنع الغاسل ماذا؟ بعد التسمية مباشرة، بعد ما يقول بسم الله، بعد النية ثم يسمي، يدخل أصبعيه السبابة والإبهام بعدما يغسل كفيه، وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، يدخلهما مبلولتين بالماء فيمسح بين الشفتين، يعني يمسح الأسنان والمنخرين، ينظفهما لإزالة ما بقي من الأذى أو نحو ذلك. بعد ذلك يوضئه كما جاء هنا في رواية حنبل، وشاهدها ودليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر أم عطية في غسل ابنته قال كما ذكرنا ابدئي بميامينها ومواضع الوضوء منها. طيب، ثم قال أحمد في الرواية هنا، قال ثم يغسل رأسه، يخلل أصابعه ثم يغسل رأسه، يأخذ بالسدر فيضربه. طيب، هنا بعد الوضوء يضرب السدر فيغسله، يعني يغسله برغوته، برغوة السدر. ماذا يغسل؟ ذكر هنا في الرواية قال فيأخذ رقيقه، في رواية زاد المسافر هنا معنا وريت حنبل، رقيقه يعني الرغوة، رغوة السدر، السدر يحدث رغوة. هذه الرغوة ماذا يغسل بها؟ قال أحمد يغسل بها رأسه ولحيته. واضح؟ يغسل بها رأسه ولحيته، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المحرم لما وقصته ناقته قال اغسلوه بماء وسدر، خرج البخاري ومسلم. وكذلك في قصة أم عطية لما غسلت ابنته، قال للنساء اللاتي غسلن ابنته صلى الله عليه وسلم، قال اغسلنها 3 أو 5 أو 7 إن رأيتن ذلك بماء وسدر. بعضهم تكلم أن الرغوة هذه تزيل الضرن ونحو ذلك. قال هنا ويأخذ ثفله فيغسل به جسده، يعني باقي الرغوة يغسل بها ماذا؟ سائر البدن، نعم. قال ثم إذا كانت الغسلة الثالثة يجعل فيه شيئا من الكفور. طبعا هنا الإمام أحمد في الرواية قال رحمه الله تعالى في البداية، قال فيوضيه ويبدأ بما يمينه كما يتطهر الصلاة، وبعد ذلك ذكر سائر البدن. طبعا سائر البدن على أصل غسل الجنابة، يعني لما نأتي نغسل
سائر البدن بعد ما نغسل رأسه ولحيته نغسل سائر بدنه، نبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وهذا الإجماع العملي من الفقهاء يذكرونه في غسل الجنابة وفي غسل الميت. واضح. وإن كان هنا أطلق الإمام أحمد قال سائر جسده، لكن المستحب جريا على غسل الجنابة أنه يبدأ بالأيمن، شق الأيمن ثم الأيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أم عطية الذي تقدم ابدأنا بميامينها، وهذا مطلق. واضح. وهو في حق الحي مسنون، فكذلك في حق الميت. بعد ذلك يفاض الماء على سائر الجسد. واضح. يعمه بالغسل يعني. وصفة التعميم كما ذكرنا أنه يغسل رأسه ولحيته أولا، ثم يده اليمنى من منكبه إلى كتفه. هذا صفة تعميم الغسل الجسد للميت. يبدأ من يده اليمنى من منكبه إلى كتفه، وصفحة عنقه اليمنى، وشق صدره وفخذه وساقه، يغسل الظاهر منه وهو مستلق، ثم يغسل الأيسر كذا غسل الأيمن، ثم يرفعه من جانبه الأيمن، لا يكبه على وجهه، انتبه، لا يكب الميت على وجهه، وإنما يرفعه من جانبه الأيسر فيغسل الظهر وما هناك من ورك وفخذ وساق، ثم يغسل شقه الأيسر كذلك. نعم، يفعل ذلك. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال فإذا كانت الغسلة الثالثة، إذن هو في الحديث قال اغسلناها ثلاثا. نعم، طبعا هنا حسب ما تنقى، لأنه في الرواية قال النبي اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، يعني هو إذا أنقى بالثلاث اكتفى إن شاء الله، لأن التثليث مستحب، التثليث مستحب، وتجزئ مرة واحدة. لو مرة واحدة عمم ما ذكرنا من جسده كفاه مثل الجنابة، لكن الاستحباب أن يغسله ثلاثا. نعم. وإن لم يحصل النقاء بالثلاث، بمعنى أنه هو أثناء الثلاث خرج منه شيء، خرج منه شيء، ماذا نغسله؟ خمسة. فإذا خرج منه شيء إلى 7 لا نتعدى. غسلناه ثلاثا مرة واحدة مثلا، خرج منه شيء نثلث، ثلاثا خرج منه شيء نخمس، خرج منه شيء نسبع، ولا نزيد، لا نزيد، لأنه في الحديث الذي تقدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 7، قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو 7 إن رأيتن ذلك بماء وسدر، خرجه البخاري ومسلم. طبعا الغسلة الأخيرة أحمد هنا ذكرها أنها الثالثة، هذا باعتبار التثليث. لو نحن في التخميس نقول الخامسة، لو نحن في التسبيع نقول السابعة. في الغسلة الأخيرة قال يجعل فيها شيئا من الكافور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن واجعلن في الآخرة كافورا، متفق عليه. واضح، يجعلن في الأخير كافور. طيب، قال في رواية أبي داود وكل غسلة يكون فيها السدر وإن بقي عليه منه شيء لم يضره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. طيب، وقال في رواية صالح ويقلم أظفار الميت ويؤخذ من شعره ويقص شاربه إذا كان شيئا فاحشا. سعد بن أبي وقاص غسل ميتا فدعا بموسى ولا يعصر بطن الميت ولكن يمسح في الثانية مسحا رفيقا مرة واحدة. طبعا هنا الميت يقص شاربه ويقلم أظفاره، طبعا إذا كانت طويلتين فاحشتين كما ذكر الإمام هنا، قال ويقص شاربه إذا كان شيئا فاحشا يعني طويلا. نعم. وهذا كله مبني على أن الميت ونجاء في بعض الأخبار الغريبة في الباب يعني ما لها أصل، بعضهم يذكره من الفقهاء، وهو أننا نصنع بالأموات كما أننا نصنع بالعرائس. لكن المعنى الصحيح فيه ما هو؟ المعنى الصحيح فيه ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن بكر المزني أنه قال قدمت المدينة فسألت عن غسل الميت، فقال بعضهم اصنع بميتك كما تصنع بعروسك غير أن لا تخلقه، أو كما قال. واضح، وهذا إسناد صحيح. لذلك يقص شاربه قلم أظفاره إذا كانت طويلتين. واضح. وهذه الرواية المشهورة عن أحمد رحمه الله تعالى، أنه هنا في رواية صالح ذكر في حال الفحش، وهي الرواية المشهورة عن أحمد. وإن كان الخرقي في المختصر ذهب أنه لا يقلم أظفاره،
بل ينقى فقط وسخها لكونها غير ظاهرة. طبعا هذا مذهب الخرقي، لكن المشهور عن أحمد منصوص عنه في رواية صالح أنه يؤخذ من شاربه وأظفاره إذا كانت طويلتين، وهذا الظاهر لما أشرنا إليه. هل يؤخذ من إبطه وعانته؟ هل يؤخذ من ذلك؟ نعم، نقول يؤخذ منه، لأنه هنا استدل بأن سعد بن أبي وقاص غسل مية فدعا بموسى، فلذلك نقول كما جاء في مسائل عبد الله وبن منصور الكوسج أنه يؤخذ من شعر إبطه ومن عانته، تزال بالموسى أو المقراط، واضح؟ نص عليه أبو عبد الله رحمه الله، وهذا احتجاجا بفعل سعد بن أبي وقاص، فإنه رضي الله عنه كما جاء عند عبد الرزاق بن أبي شيبة ورواه أحمد محتجا به في مسائل عبد الله أنه ماذا كما قال هنا دعا بموسى في غسل ميت. طيب، قال في رواية حنبل ولا يجلس ولكن يحنى شيئا ولا يستقصى عليه ولا يشق عليه. طبعا ذكرنا في البداية يعني لما يجي يجلس الميت يعني يقرب من الجلوس برفق، يحنى شيئا يسيرا كهيئة الجالس، ولا يستقصى عليه يعني ليس الجلوس التام فيشق عليه كما ذكر هنا الإمام رحمه الله، لأن كل مبني على الرفق. وقال في رواية أبي داود يدلك بالأشنان إذا كان وسخا. نعم، يدلك بالأشنان إذا كان وسخا. نعم، طبعا هذا يستعمل عند الحاجة إليه، واضح؟ يعني الأشنان يستعمل، أو الصابون، اليوم نحن نستعمل الصابون مثلا المطهر، يستعمل إذا احتيج إليه، مثل الماء الحار أيضا، الماء الحار إذا احتيج إليه، كذلك العود الذي يحصل به التخليل مثلا إذا احتيج إليه يستعمل، كذلك الأشنان إذا احتيج إليه يستعمل، واضح؟ نعم، يستعمل ولا بأس به. قال رحمه الله في ريت مروذي إذا أراد أن يوضئه، هنا بياض، يقول المحقق من الأصل على يد خرقة لموضع فرجه، ويبدأ بميامن الميت ومواضع الوضوء منه، ويبدأ بغسل فرجه. تقدم معنا هذا، أشرنا له أنه يبدأ بغسل فرجه. نعم، نعم، لا إله إلا الله. وقال في رواية الميموني عبد الملك الميموني قال الإمام أحمد غسل الجنابة أكبر من غسل الميت، وليس في الغسل أشد من غسل الحيض. طبعا غسل الجنابة أكبر من غسل الميت لأننا قلنا مبني على الرفق، ولذلك لا يكون فيه الدلك الشديد والأمر الشديد، وإن كان يشبهه، واضح؟ وأشده غسل الحيض لأنه في نقض الشعر وكذا كما هو معلوم. قال أمرها أن تأخذ ماء وسدرا فتطهر فتحسن الطهور، وذكر القصة الممسكة أيضا. وقال في رواية المروذي أيضا إذا سقط من الميت يسير شعر أو بعض جسده فإنه يغسل ويجعل معه في كفنه، هذا اليسير يعني يجعل معه في كفنه. وقال في رواية صالح ويغسل الميت إلى 3 غسلات، وإذا خرج منه شيء بعد 3 رفع إلى 5، فإن خرج منه رفع إلى 7، ولا بأس أن يتوضأ بعد 7 ويرفع، يعني بعد 7 لا يزاد كما تقدم معنا، وضع لا يزاد بعد 7، وإنما كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا إنما بعد 7 فقط وضوء ويرفع. طيب، هذا باختصار ما يتعلق بصفة غسل الميت. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب القول في غسل المرأة وما يعمل بشعرها. القول في غسل المرأة وما يصنع بشعرها. قال رحمه الله قال الشيخ عبد العزيز قال الإمام أبو عبد الله في رواية صالح وبالحارث واليهودية والنصرانية لا تغسلان الميتة. وهذا تقدم معنا أنه من شروط المغسل أن يكون مسلما، فإن عدم فإن عدم المسلم نوى المسلم، باشر الكافر الغسل ونوى المسلم كما تقدم. طيب، قال رحمه الله في رواية أبي طالب
ويحشى الميت إن خيف عليه أن يخرج منه شيء. تقدم معنا هذا، أشرنا له أنه الميت إذا كان يخاف أن يخرج منه شيء بعد السبع غسلات ونخاف أن يخرج منه شيء، ونذكر قضية أنه ماذا يحشى، يعني يوضع في محل الذي فيه الخارج يوضع فيه قطن ليمنع الخارج، يكون حكم المستحاضة. طبعا إذا لم يستمسك القطن، بعض الفقهاء ذهب إلى أنه يجعل الشيء شديد أشد من القطن، واضح؟ يعني بعضهم يقول الطين أو كذا، شيء يتماسك، يعني شيء يتماسك، لكن لا يعاد غسله بعد السبع إذا خرج منه شيء، واضح؟ كما نص الإمام أحمد كما تقدم معنا سابقا، وهذا مذهب جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على 7 غسلات، لم يزد فوق، وإنما كما ذكرنا غاية ما فيه أنه يوضأ فقط، يغسل المحل الذي خرج بعد السبع، إذا خرج شيء بعد السبع نغسل المحل ثم نوضئه فقط. أي نعم. طيب، وقال في رواية أبي داود: يضفر رأس المرأة 3 قرون يسدل من خلفها. نعم، يسدل من خلفها، نعم، أو من ورائها. طبعا هذا لحديث أم عطية، لأنه هو الأصل في غسل الميت وفي غسل المرأة. حديث أم عطية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم، قالت أم عطية: فضفرنا شعرها 3 قرون وألقيناه خلفها. وفي لفظ مسلم: فضفرنا شعرها 3 قرون قرنيها وناصيتها. واضح؟ فيجعل من خلفها. طبعا هنا النص على أنه يجعل من خلفها. طيب، قال: يضفر رأس المرأة 3 قرون يسدل من خلفها. نعم. وقال في رواية حنبل: وتضفر المرأة رأسها 3 قرون على ما فعل بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعلنا رأسها 3 قرون. نعم. قال في رواية بالحارث: يجزئ الميت غسلة واحدة ويكون غسله وترا، كما تقدم معنا، قلنا تثليث فتخميس فتسبيع. نعم، تكون النهاية وتر. قال رحمه الله: باب القول في كفن الميت. باب القول في كفن الميت. طبعا تقدم معنا أن تكفين الميت هذا من فروض الكفاية. طبعا الواجب في كفن الميت يكون من ماله، فهو واجب في ماله. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم، قال: كفنوه في ثوبيه، في الصحيحين من حديث ابن عباس. فهو من ماله، وهو مقدم على الدين. الكفن مقدم على الدين وغيره. نعم، مقدم على الدين وغيره. طبعا إن لم يكن له مال، الميت كان فقيرا لا مال له، فإن الكفن يلزم من تلزمه نفقته لما كان حيا. فلو قدر أن الإنسان هذا الذي كفن لا ولد له، واضح، فإنه يجب على أبيه، واضح. فإذا كان توفي الأب ولا مال له فإنه يجب على ابنه، فإذا كان لا ابن له فإنه يجب على أبيه، وهكذا يعني. فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله أن يكفنوه، فعلى المسلمين العالمين بحاله أن يكفنوه. نعم. والرجل لا تلزمه كفن المرأة، يعني لزوما شرعيا، هو يلزمه كسوتها حال حياتها، لكن إذا توفيت لا يلزمه الكفن، وإن كان هذا يعني من دماثة الخلق وحسن العشرة والديانة، هذا شيء آخر، يعني هذا أخلاق الكبار، لكن نحن نتكلم في الوجوب الشرعي، يعني تتعلق به الإثم ونحو ذلك. نعم. لكن الجماعة من العلماء ذهبوا إلى وجوب ذلك عليه، لأن تلزمها نفقته، لأنه يلزمها نفقته في حياته. مسألة خلافية طبعا. المشهور مشهور الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسائل ابن هاني نص على أنه لا تلزمه، وعنه رواية بالوجوب، وهو قول جماعة من أهل العلم. حتى إن لم نقل بالوجوب فهو كما قلنا متأكد من جهة الديانة، من جهة العشرة ونحو ذلك. طيب، لكن الأصل أن الكفن في مال الميت. طيب، قال الإمام أبو عبد الله في رواية المروذي:
كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، وهو أصح ما جاء فيه. نعم، هذا أصح ما روي في الباب، هو حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم. والعمل على هذا عند العلماء ويستحب فيها البياض، وقد جاء في حديث ابن عباس وإن كان معلولا عند الترمذي: البسوا البياض فإنه خير ثيابكم وكفنوا في موتكم. الترمذي يقول هذا عليه عمل أكثر أهل العلم، أن يكون في حال البياض، لونه في البياض يعني. إذن يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيض. نعم، هذا الرجل. طيب، وقال في رواية أبي طالب: ومن كفن في قميص وإزار فيجعل الإزار مما يلي جلده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشعرناها إياه، فالإشعار لا يكون إلا على الجلد، يقول الإمام أحمد. كذا روت أم عطية لأنها قدمت البصرة فأخذ عنها الغسل وخرج النساء إلى العيدين. وهي مسألة أخرى، وهي مسألة إذا المسألة الأولى قلنا المسألة الأولى يكفن الميت في 3 أثواب بيض، واضح، ليس فيها قميص ولا عمامة. طبعا المسألة الثانية ذكرها الإمام أحمد هنا هو صورة من كفن في قميص ومئزر. هل يجوز؟ يجوز، من كفن في قميص وإزار. نعم، هذا جائز، واضح، لأنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات. نعم. وروى الإمام مالك في الموطأ أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة. هذا رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، واضح. نعم، فلذلك هذا جائز يعني. وقد احتج أحمد هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية قال: اشعرناها. نعم، طبعا إياه، فالإشعار لا يكون إلا على الجلد. سيأتي معنى تكفين المرأة أنه في 5 أثواب، يعني يزيد على الرجل. وقال في رواية أبي داود: ويؤزر الميت ثم يقمص ثم يلف الثوب الثالث، يعني يلبس الإزار ثم يلبس القميص. الإزار هو مثل الذي يضعه الحاج أو المحرم في إحرامه، هذا الإزار. والقميص معروف، نعم، بالكمين معروف. ثم يقمص ثم يلف في الثوب الثالث، ويكون القميص مثل قميص الحي. وقال أيوب: لأي شيء يتخذ الإزار إذا لم يؤزر عليه. نعم، هذا يذكره في مسائل أبي داود أنه يلف في ذلك المذكور كله. تقدم أنه أيضا وفعل عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال في رواية جعفر بن محمد: وإن جعلوه قميصا فمثل قميص الحي، له كمان ودخاريص وأزرار. له كمان ودخاريص وأزرار، تقدم معنا هذا. نعم، يعني هذا منصوص الإمام، يعني يكون القميص بكمين ودخاريص، هنا قال وأزرار. نعم، طبعا الكمان والدخاريص هذين ثابتين. طبعا الأزرار هل يزر؟ يعني يكون له أزرار، لكن هل يزر بمعنى يغلق عليه؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسائل ابن منصور الكوسج وابن هاني قال لا يزر، فقط تترك الأزرار. لماذا؟ لأنه الأزرار في حق الحي مستحب تركها، واضح. فكذلك في حق الميت، يعني زره فوق الإزار فقط لعدم الحاجة. طيب، وبعض الرواية هنا معنى يذكر الإزار، يعني لعله على الوجهين، إن شاء فعل وإن شاء ترك. لكن هذا صفة من كفن في قميص ومئزر ولفافة، تزاد لفافة فوقه، يعني يلبسوه الإزار مثل المحرم، ثم يلبسوه القميص بكميه، واضح، ثم يضعون فوقه لفافة ثالثا، الثالثة هي اللفافة. وهذا أصله فعل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما قال رضي الله عنه أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة. خرجه مالك في الموطأ. طيب،
واضح يا جماعة إن شاء الله. بعدين قال المصنف باب القول في كفن المرأة. إذا الرجل تقدم معنا إما 3 أثواب بيض، يعني مثل الإحرامات، يعني مثل واحد يتغطى، فاهمين يا جماعة؟ مش نفهمه فقط يعني مثل الغطاء الذي تتغطى به في بيتك، هذا اللفائف تكون 3، كل واحد سنذكر كيف تلف يعني، لكن هذه ال3. هذا الرجل. طيب لو واحد لف عنده إزار مثل الإزار الحاج المحرم، وفي قميص نزيدوا له لفافة، وهذا لا بأس به، جاز، ما في إشكال. فيوضع الإزار عليه مثل المحرم، وبعدين يلبسوه القميص بكميه، ولا يتسكر أزراره اللي هي جهة تحت الترقوة، تترك. طبعا على روايتين عند الإمام، هل تترك الحي بالتالي تكون سنة الحي، أو هو على خلاف الحي مطلوب منه ستر. فأحمد عنه روايتان رحمه الله، لعل الأمر واسع. ثم يوضع اللفافة فوق ذلك، وهذا فعل ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فيما رواه مالك في الموطأ. فهم هذه صفتان في تكفين الميت، صفتان. طيب نأتي للمرأة الآن. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام. نأتي للمرأة. قال باب القول في كفن المرأة. قال الشيخ، قال الإمام أبو عبد الله في رواية صالح: وتكفن المرأة في 5 أثواب، خرقة يشد بها فخذيها، وإزار فوق ذلك، وقميص وخمار ولفافة. وقال في رواية أبي طالب: وتخمر ثياب الميت قبل أن يكفن. طيب بالنسبة لكفن المرأة يكون هنا، ذكر المصنف رحمه الله، ذكر الإمام في رواية صالح، يكون في 5 أثواب. المرأة تكفن 5 أثواب. طبعا هذا استحباب للكمال. نعم. قد روي في ذلك حديث، لكنه حديث ضعيف، فيه ضعف يعني. رواه أبو داود في السنن، وعند أحمد في المسند، حديث ليلى الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. قال أحمد: الحقاء الإزار، والدرع القميص. طيب إذن المرأة تكفن في ماذا؟ في 5 أثواب، هي إزار، خمار، قميص، ولفافتين. يزاد لها، الرجل قلنا لفافة واحدة، المرأة لفافتين. طيب كيف يصنع بها؟ يلبسوها المئزر، بعدين يلبسوها القميص، بعد ذلك تخمر بالمقنعة القناع الذي تضع المرأة من شعرها ونحو ذلك، هي مثل الملحفة، تجي من الرأس الفوق، واضح. ثم بعد ذلك يزاد لها لفافتين، واضح. الخامسة تشد بها فخذيها، كما قال أحمد، تحت المئزر، اللي هي اللفافة الخامسة. طبعا الواجب في المرأة هو ستر جميعها، طبعا هذا المستحب، صفة الكفن المستحب، لكن الواجب من ذلك ثوب يستر الجميع، سواء في الرجل أو في المرأة، يعني العورة المغلظة وكل شيء. نعم، لا فرق بين الرجل والمرأة، يعني شيء يستر الجميع، هذا الواجب، لكن الذي ذكرناه هو المستحب. نعم. قال هنا باب القول في حنوط الميت. طبعا هو في رواية أبي طالب قال تخمر، يعني يجعل لها يعني تجمر ثياب الميت، في ذلك تخمر ثياب الميت قبل أن يكفن. قال باب القول في حنوط الميت. قال الشيخ عبد العزيز، قال الإمام أبو عبد الله في حنبل: ويوضع الحنوط على مواضع السجود والمغابن والكفين والركبتين والقدمين. طبعا هذا بعد الغسل. ويجعل في كل طية الحنوط، يعني من طيات الكفن، فلا يجعل على أعلاه، ولا يذر فوق اللفافة الخارجة حنوطة، ولا على النمط، ولا يجعل الحنوط على الثوب الذي يكون على السرير، ولا يجعل على وجهه حنوط. هنا أول شيء بالنسبة للكفن، ماذا نصنع به؟ الكفن يبسط جماعة بعضه فوق بعض، أكفان الثلاثة بالنسبة للرجل يبسط بعضه فوق، نضعه بساطا، يعني فراش، أول، ثاني، الثالث. الأحسن في الكفن والأوسع هذا نجعله هو الأعلى، الأحسن من جهة الكفن والأعلى والأوسع نجعله الأعلى، والأقل من ذلك نجعله الثاني، ثم الثالث. طيب لأن الحي هو يظهر
يعني لأن السلف كانوا يحسنون الكف لأن الموتى يتزاورون بالمناسبة، هذه يعني فيها أصل عقدي ترجع له. بعد ذلك كما في رواية أبي طالب هنا قال تخمر، الله أعلم فيها تصحيف، ممكن يراجع فيها هذه لعلها تجمر، وقالوا تخمر ثياب الميت قبل الكفن. أنا عندي تخمر لكن ما أدري، ممكن في طبعة أخرى لعل أصحها تجمر، الله أعلم، أنا مانيش مراجع الأصل، لكن أقول هذا من عندي، الأقرب تكون تجمر من التجمير بمعنى التبخير، وهذا ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد ورد ليس ثابت، أنه ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد إذا جمرتم الميت فأجمروا ثلاثا. طبعا كان الحديث علّ سنده بأن رفعه غلط، الله أعلم أنه موقوف على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، كما قال ابن معين أن رفعه غلط. نعم، فأنه قال إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثة. طيب، بعد الآن قلنا تبسط بعضه فوق بعض، بعد تجميرها يعني تجمر يعني تبخر، نضعها ثلاثا فوق بعض، ثم يوضع عليها الميت. ماذا نضعه؟ نضعه مستلقيا، نضعه ماذا؟ مستلقيا. طيب، أين نجعل الحنوط؟ هنا المسألة. قال أحمد ويوضع الحنوط، في الرواية هنا ركز معي، ويوضع الحنوط، نعم الحنوط يوضع، طبعا الحنوط هو أخلاط من طيب، مجموعة من طيب، يعني أخلاط طيب معدود موجود معروف عند الناس، حنوط الميت هو أخلاط من طيب تعد الميت خاصة، تسمى حنوطا. أين يجعل؟ قال أحمد هنا ذكر أنه يجعل لا إله إلا الله على مواضع السجود، يعني من الميت، واضح، يجعل على مواضع السجود. ذكر على مواضع السجود، ما هي مواضع السجود التي تسجد عليها؟ ما هي؟ هي الجبهة، الركبتان، اليدان، أطراف القدمين، هذه تشرف، واضح، يوضع عليها يطيبها. ذكر أحمد قال والمغابن، المغابن هي الإبطين وهذه الأشياء التي تغيب، واضح، نعم، هذه مختصة بالسجود، ويطيب أيضا المغابن. لو طيبنا جميع بدنه ليس هناك مشكلة، يعني هنا للرواية اللي ذكرها أحمد أنه يطيب هذه مواضع السجود يعني تخص بذلك، لكن لو مسكنا الميت وطيبناه جميعا ليس فيه إشكال، لأن أنسا رضي الله عنه كما جاء عند ابن أبي شيبة رضي الله عنه من حديث حميد يقول عن أنس أنه جعل في حنوطه صرة من مسك فيها شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتج أحمد بأن أنس طلي بالمسك، وأن ابن عمر رضي الله عنهما كما روى ابن أبي شيبة في المصنف وعبد الرزاق بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يطيب الميت بالمسك يذر عليه ذرورا، يعني يملأه كاملا، يطليه بالمسك، واضح. إلا أن عامة الفقهاء كرهوا العينين فقط، ألا تطيب العينين فقط، وإلا كل البدن يطيب. نعم، ويخص منه مواضع السجود كما تقدم. قال هنا، قال ويجعل في كل طية، يعني من طيات الكفن الحنوط، يجعل الحنوط فيما بين الطيات، طيات الكفن هي ماذا؟ ما بين الكفن والكفن نجعل حنوطا. قال فلا يجعل على أعلاه ولا يذر فوق اللفافة الخارجة، يعني التي هي تكون اللي هي الظاهرة لنا، هذه لا نذر فوقها حنوط، وإنما يكون في الداخل الحنوط للميت، لا يكون للخارج. نعم، ولا على النمط، ولا يجعل الحنوط على الثوب الذي يكون على السرير الذي سنحمله عليه، يعني ولا يجعل على وجهه حنوط، واضح، إنما يجعل على الجبهة فيجتنب العينين كما تقدم. لا نجعل في هذا الذي يذكره أحمد رحمه الله أنه مكروه أن يجعل فيه ذلك، لأنه وردت الكراهة عن جماعة من الصحابة. ولك أن تنظر يا عباد الله، نحن نتكلم عن مسائل تتعلق بأخص مسائل الأحكام لغسل الميت، ومسألة يعني كما يقال الابتلاء بها دائم، يعني هذا أمر دائم، والعمد فيها على أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا دائما أقول سؤال، هؤلاء الذي يقولوا أقوال الصحابة ليست حجة، كيف سيتعبدون بمثل هذا؟ ماذا يصنعون؟ كيف يغسل الميت؟ كيف يجعل له الحنوط؟ لو حيمشي بالظاهر بلا كتاب بلا آثار في المسألة، يمسك الميت يصب عليه الماء ويضعه في كيس ويدفنه، مثل الزنادقة والنصارى واليهود. لما ممكن هؤلاء هذه لا تجد إلا في الإسلام، هذا الإكرام
إكرام المسلم وإكرامه وهو ذاهب إلى حياة أخرى، إلى عالم آخر وبرزخ آخر وحياة أخرى. لا نقول المثوى الأخير كما يقول أهل الإلحاد والجهل، وممكن بعض الإعلاميين يقولوا هذا الكلام دون فهم لمقصود. فهمت؟ لا، هذا ليس مثوى، هذا أول منازل الآخرة، هذه قامت قيامته. نسأل الله لنا ولكم من المسلمين جميعا حسن الختام والتمام، إنه سميع قريب. القصد من ذلك انظر كله عمد في أفعال الصحابة. أحمد رحمه الله لما كره الذي ذكرنا أنه لا نجعله أي الحنوط في الثوب الخارجي العالي الذي يبرز، ولا نجعله في ذلك الأماكن، لأن وردت الكراهة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد وردت الكراهة عن عمر وابن عمر وأبي هريرة، إلا أن الآثار في ذلك فيها ضعف محتمل، لكن أصحها ما ورد عن أبي هريرة كما رواه ابن المنذر في الأوسط عن قيس بن رافع أن أبا هريرة أوصى أهله حين توفي ألا يظهروا عليه الطيب، ألا يظهروا عليه الطيب يعني فوق الكفن، ولا يجعلوه في قطيفة حمراء. الحنوط أيضا يجعل منه في قطن، يجعل بين إليتي الميت برفق. نعم. ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، يعني هذه ذكرناها في قضية كالسراويل بلا أكمام، ويجمع عليها من منافذ وجهه. طيب، ذكرنا يوضع في مواضع السجود، لو طيب بدنه كله ليس فيه بأس. بعد ذلك ماذا نصنع؟ قال في رواية المروذي: وتطلى جبهته بالمسك، فقد طلي أنس بن مالك من قرنه إلى قدمه بالمسك، تقدم معنا الطلاء. ونافع عن ابن عمر أنه طلى الميت بالمسك، وأيوب ذر عليه المسك، ولا تبالي ذرأته وطليته واخلط المسك بالكافور، طبعا في الأماكن المشار إليها. بعد ذلك بعد ما نضع المسك عليه في المواضع المذكورة ونضعه في الطيات بين طيات الكفن، بعد ذلك نرد طرف العليا من جهة اليمين. أنت الآن تخيل، الآن مفتوح الأكفان، هو فوقها مستلقي، نرد أي نأتي باللفافة العليا من جهة اليمين على الشق الأيمن من الميت، واضح، ونرد الطرف الآخر يعني من جانب الأيسر فوقه، وهكذا، أي فوق الطرف الآخر وهو الأيمن. نعم. ثم نفعل بالثانية والثالثة كذلك. نجعل الذي عند رأسه أكثر مما عند رجليه، يعني نشرفه كالحي. نعم. ثم يعقدها يعني إن خاف أنه اللفائف تنتشر أو تحل. بعد ذلك يحل العقد لما ينزله في القبر، أنه يحل العقد، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أدخل نعيم بن مسعود القبر نزع الأخلة بفيه. هذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف مرسلا، واضح، لكنه جاء من فعل ابن مسعود رضي الله عنه، وجاء من قوله قال رضي الله عنه كما رواه الأثرم: إذا أدخلتم الميت اللحد فحلوا العقد. لا يجوز خرق الكفن لأن فيه إفساد، واضح، لا يجوز ذلك، ولا يخرق الكفن يعني تقطيعه، والأفضل أن يكون سليما لا يكون مخرقا. نعم، لأن المطلوب فيه تحسينه. لذلك جاء الإمام أحمد رحمه الله أنه كره تخريق الكفن، قال رحمه الله: لأنهم يتزاورون فيها. وهذا ورد عن بكر بن المزني وجماعة. وتزاور الموتى في القبور ثابت في آثار أنهم يتزاورون يعني فيما بينهم، وهذا من علم الغيب الذي نصدق به. طيب، قال بعد ذلك: باب في القول في المحرم يغسل الميت. قال الشيخ عبد العزيز قال أبو عبد الله في رواية ابن الحارث: والمحرم يغسل الميت ويطيبه غيره، لأن المحرم لا يمس الطيب فيجعله رجل حلال. طبعا هذه مسألة أن المحرم لما يكون في حال إحرامي له أن يغسل دون أن يطيب، لأنه لا يمس طيبا ولا يتطيب، هذا من محظورات الإحرام، هذه واضحة المسألة. قال: باب القول في الجنازة كيف تحمل. قال الشيخ عبد العزيز قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب: وتحمل الجنازة
وتحمل الجنازة، في أخطاء شوية النسخة، قال وتحمل الجنازة على الدابة الصغير والكبير إذا كان مكانا بعيدا. وقال في رواية حنبل ولا تتبع الجنازة بنار ولا مصباح ولا نوح والبكاء لا بأس به. يعني تقدم معنا الكلام في البكاء، لكن المذكورة الأولى النار والمصباح والنوح هذه من أعمال الجاهلية. وقال في رواية إسحاق بن منصور ما يعجبني أن يقال في الجنازة استغفروا له. نعم. وابن عمر كره القيام بين عمودي السرير، فإن فعل فاعل لم أرى به بأسا. نعم. هنا يتكلم عن قضية حمل الجنازة وصفة حملها. بالنسبة لصفة حملها عن الجنازة ففيها مسألة التربيع، وهذه أشار لها المصنف في آخر الباب، مسألة التربيع في حملها. وهنا قال الإمام أحمد وابن عمر كره القيام بين عمودي السرير. هنا المحقق في الحاشية إيش قال؟ أبو جنة يقول لم أجد من نقل عنه كراهة ذلك، وأخرج عنه ابن أبي شيبة في المصنف أنه فعل ذلك. ونعم هذا الذي يذكره صحيح، يعني أن ابن أبي شيبة روى عن ابن عمر أنه فعل ذلك، يعني قام بين واضعا في رواية يوسف بن مهك قال رأيت ابن عمر في جنازة واضعا السرير على كاهله بين العمودين بإسناد صحيح. وأحمد في رواية ابن منصور الكوسج ذكر أن هذا لا بأس به، والله أعلم. لعل رواية هنا يكون الحمل على غلام الخلال، والله أعلم، لأنه في رواية ابن منصور الكوسج أحمد تكلم عن المسألة في مسائل الكوسج، تكلم عنها بأن ابن عمر احتج بفعل ابن عمر، واضح، قال لا بأس به واحتج بفعل ابن عمر. طبعا ووردت في هذا أفعال القيام بين عمودي السرير، ورد عن سعد بن أبي وقاص عن ابن عمر عن أبي هريرة أنهم فعلوا ذلك، ففيها آثار عن الصحابة. فلذلك رواية الكراهة هنا الله أعلم تكون فيها نظر، والعلم عند الله إخواني، أن الحمل فيها على غلام الخلال، رواها بالمعنى أو شيء، لأن الأصل رواية ابن منصور الكوسج فيها الجواز، والفعل ابن عمر بالجواز، ثم جاء عن أبي هريرة وعن سعد بن أبي وقاص أيضا في الباب أنهم فعلوا ذلك، والله تعالى أعلم. لأنه قال فإن فعل فاعل لم أرى به بأسا، هذه تخليك تشك في المسألة، هو يروي الكراهة ابن عمر بعدين يقول لا بأس بذلك، الله أعلم، مع أنه ابن عمر لم يثبت عنه الكراهة فيما بين أيدينا. وأحمد في رواية كوسج كما قلت قال بالجواز واحتج بفعل ابن عمر، ممكن يكون الوهم من غلام الخلال في نقل المسألة، والله أعلم. وقال في رواية حنبل إذا حمل الجنازة قال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر الله عز وجل إذا تناول السرير من يد الرجل، يعني إذا تناوبوا عليه، ويبدأ من حمل السرير فيجعل أحد جوانب السرير على كتفه الأيمن، هذا التربيع، يعني حملوا 4 في الحمل. نعم، يعني يضع يقول تناول من يد الرجل ويبدأ من حمل السرير فيجعل أحد جوانب السرير على كتفه الأيمن، واضح، يعني يحمل قائمة السرير اليسرى ويجعلها على كتفه الأيمن. نعم، ثم ينتقل إلى المؤخرة ثم يضع قائمة اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى، هكذا 4، يعني يربعون. هذا التربيع يعني ثابت. لو حملوه كما تقدم بين العمودين 2، يعني على العاتق، كل واحد يحمل على عاتقه بين 2 عمودين السرير، فلا بأس كما قلنا من فعل ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة، لكن التربيع هذا مستحب. طيب، قال نعم وهو يمين الميت ثم يرجع إلى مؤخرة السرير فيضع على يمينه، ثم يرجع إلى مؤخرة السرير فيضع على يساره وهو يسار الميت، هكذا كان ابن عمر يفعل ذلك. نعم، ابن عمر ثبت عنه ذلك رضي الله عنه التربيع. قال وأحب لي الجنازة فقد قضى حقه، طبعا وإن لم يربع فلا بأس كما تقدم لوروده عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. قال الشيخ عبد العزيز وفي تربيعها لأبي عبد الله قولان، أحد القولين على ما يربع الناس اليوم، يبدأ بالرأس فيضعه على كتفه الأيمن وهو يمين الميت ثم يبلغ إلى رجليه، ثم يبدأ بالرأس فيضعه على كتفه الأيسر وهو يسار الميت إلى رجله. والقول الآخر أنه يبدأ بالرأس ويختم بالرأس، وهذا قول ابن عمر، وقد أوضحت الجميع في كتاب الشافي، والله أعلم. نعم، طبعا ورد في هذا حديث مرفوع
ورد في هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، يعني يدور على الأماكن الأربع يعني. ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. طبعا هذا من رواية أبي عبيد عن ابن مسعود ومتكلم فيها، لكن هو التربيع الذي ذكره المصنف أنه صفته ماذا؟ أن يضع قائمة السرير اليسرى على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يضع قائمة اليمنى المقدم كتفه اليسرى، هكذا يعني يتحول يربي. هذه صفة التربيع. طبعا هو المنقول عن أحمد في رواية الجماعة عنه ومشهور المذهب. نعم. والرواية الثانية اللي هي قال يبدأ بالرأس ويختم بالرأس، هذه ينتقل من رجل السرير اليمنى إلى رجله اليسرى، يعني يبدأ برأسه ويختم برأسه. وهذا المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما كما عند عبد الرزاق في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. طبعا لو حمل كل واحد على عاتقه بين العمودين فحسن، لا بأس بذلك. وقلنا هذا ثبت عن سعد وابن عمر وابي هريرة. يعني في صفة الحمل 3 وجوه وضع: إما التربيع، أنه يدور الحامل الواحد يدور على القوائم السرير الأربع، نعم، وإما أنه يبدأ من رجل السرير اليمنى إلى الرجل اليسرى، يعني يبدأ برأسه ويختم برأسه، وإما أنه يحمله على عاتقه بين العمودين فحسن، لوروده عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وابي هريرة. فالأمر في ذلك واسع والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال المصنف: باب القول في السير بالجنازة والرفق بها إذا أمكن. قال الشيخ عبد العزيز قال أبو عبد الله في رواية حنبل: ويسار بالجنازة دون الخبب وفوق المشي، ويهرول بها ويسير بها سيرا مقتصدا، ولا يشق على الميت ولا يشق على الذي يحملونه بالجنازة. وقال في رواية أبو بكر المروذي: دعوها حتى يسيروا بها كيف سارت، ونهاهم أن يرفقوا فيها أو بها. وقال في رواية حنبل: والمشي أمامها. طبعا بالنسبة للجنازة يستحب الإسراع بها، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث المتفق عليه: أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هنا يقول يسار بالجنازة دون الخبب، يعني وفوق المشي، يعني ما دون ذلك، فوق المشي ودون الخبب، يعني لا يفرطون في الإسراع ولا يبطئون فيه، وإنما يكون بين ذلك. نعم. قال هنا: والمشي أمامها، يعني المشي هذا بالنسبة اللي يحملها، لكن الذي يمشي قال هنا المشي أمامها. قال ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة. قال: والركاب وراءها وهو أفضل. إذن الماشي يكون يمشي، هذا يمشي أمامها، وهذا قول أكثر العلماء. حتى قال ابن المنذر: ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ويمشون أمام الجنازة، وأيضا وفعل ابن عمر واضح. فهذا قول أكثر، نعم، قول أكثر العلماء كما ذكره ابن المنذر. وقال: ولا يقعد، نعم، قبل ذلك قال: والركاب وراءها، الركبان اللي يكونوا راكبين يعني على سيارات أو غيرها يكونون خلفها، واضح، يكونون خلف الجنازة. هنا وراءها بمعنى خلفها. قد روي في هذا حديث مرفوع في الباب، رجح الدارقطني وقفه عن المغيرة بن شعبة، وروي عند الترمذي مرفوعا، والدارقطني في العلل رجح وقفه، وهو أن الراكب خلف الجنازة، يعني الراكب يكون أين؟ يكون خلف الجنازة. نعم، الراكب يكون خلف الجنازة. طيب، قال: ولا يقعد من تبع الجنازة حتى توضع أو تلحقه، إلا أن يتقدمها فيقعد حتى تلحقه. وهذه مسألة، يعني الذي تبع جنازة لا يقعد حتى توضع أو تلحقه، واضح، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، واضح، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والمعنى وضعها على الأرض يعني للدفن، المراد أن توضع على الأرض للدفن. وهذا في رواية الجماعة عن أحمد تفسيرها كذلك. طيب، لو قدر أنها جاءت وهو جالس، يعني كان جالس ينتظر فيها وجاءت الجنازة، نقول لا يقوم إليها،
لأنه في صحيح مسلم من حديث علي قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، وقال رضي الله عنه كما عند أحمد كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام ثم جلس وأمرنا بالجلوس. واضح. فلذلك إن جاءت وهو جالس لم يقم لها، لكن الذي تبعها لا يجلس حتى توضع للدفن. طيب، قال في رواية أبي داود إن قام إذا رأى الجنازة أو لم يقم فلا بأس به، قيل القيام أفضل عندك؟ قال لا. وهذه رواية في قضية ماذا؟ أنه القيام للجنازة والقعود سواء. نعم. وقد روي عن هذا رواية أحمد رحمه الله تعالى في ذلك. طيب، ثم قال رحمه الله باب القول في الأوقات التي يصلى فيها على الجنازة. الأوقات التي يصلى فيها على الجنازة. قال أبو عبد الله، قال الشيخ عبد العزيز، قال الإمام أبو عبد الله في رواية المروذي ولا يتيمم للجنازة إذا كان يقدر على الماء. نعم، لأنه يشترط ما يشترط بالصلاة. وقال في رواية حنبل يصلى على الميت بعد العصر ما لم تطفل الشمس للغروب، فإذا بدا حاجب الشمس يغيب أمسك حتى يصلي المغرب، ولا يصلي بعد الفجر كما يبدأ طلوع الشمس حتى تطلع وتحل الصلاة وعند قيام الشمس إلى أن تزول. طبعا بالنسبة للصلاة على الجنازة، صلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح جائزة بالإجماع، حكى الإجماع ابن المنذر أنك تصليها بعد العصر وبعد الصبح. يبقى الآن الأوقات الثلاثة الواردة في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنهما. هذه الأوقات الثلاثة محرمة. واضح. الأوقات الثلاثة الواردة في حديث عقبة محرمة. ما هي الأوقات الثلاثة التي ذكرت هنا في الحديث؟ إذن لأوقات النهي تعرفون 5 أوقات النهي 5. 2 منها بالنسبة للجنازة، الجنازة فقط، جنازة واستثناءات كقضاء الصلوات فرائض فيها ركعتي الطواف. واضح. منها الجنازة. أوقات النهي 5. واضح. وهذا على أصح أقوال العلماء أنها 5 أوقات. بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هذا وقت رقم 1. بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا وقت رقم 2. تمام. وهذا لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين. الوقت الثالث عند طلوع الشمس، عند والشمس تطلع، عند، هذا وقت كراهة. 2 عند قيامها حتى تزول قائم الظهيرة. 5 عند التضايف للغروب وهي تغرب. إذن هذه الأوقات تسمى ايش؟ أوقات النهي. طيب، أوقات النهي يا جماعة بالنسبة للجنازة 2 يجوز الصلاة بعد العصر والصبح بالإجماع، حكى الإمام ابن المنذر. يعني بعد الصبح وهو وقت نهي يجوز تصلي على الجنازة يجوز تصلي عليها. بعد العصر يجوز. طيب، الأوقات الثلاثة التي بقيت الواردة في حديث عقبة بن عامر وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها قائم الظهيرة، وعند تضايف للغروب، نقول هذه الأوقات محرمة الصلاة فيها. واضح. وهذا مشهور مذهب أحمد. وقد جاء في رواية الأثرم سألت أبا عبد الله عن الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس قال أما حين تطلع فما يعجبني. وهذا قول أكثر العلماء. لماذا؟ لحديث عقبة بن عامر قال 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. هذه 3 أوقات محرمة: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. طبعا لأنها تغرب على قرن شيطان أو بين قرني شيطان كما في رواية عمرو بن عبسة، وفيها مشابهة للمشركين والكفار يسجدون لها، فلذلك هذا كله منع. فلذلك لا يصلى على الجنازة في هذه 3 الأوقات التي أشرنا لها. وهذا قول أكثر العلماء. مفهوم. أما بعد الفجر وبعد العصر فبإجماع العلماء كما حكاه ابن المنذر يصلى على الجنائز. طيب، فالإمام أحمد هنا رحمه الله تعالى ذكر في رواية حنبل قال يصلى على الميت بعد العصر، وقال ما لم تطفل الشمس للغروب. نعم. قال فإذا بدا حاجب الشمس يغيب أمسك حتى يصلي المغرب، لأنه ذا وقت تحريم. ولا يصلى بعد الفجر كما يبدأ طلوع الشمس حتى تطلع الشمس وتحل الصلاة، وعند قيام الشمس إلى أن تزول. هذه 3 أوقات محرمة لحديث عقبة بن عامر. وقال في رواية أبي طالب وإذا حضرت الجنازة عند المغرب بدأ بالمغرب، وإذا كانت عند طلوع الفجر بدأ بها قبل الفجر،
وإن لم يكن وقت يصلون فيه الفجر لم يصلوا. وقال في رواية أبي الحارث حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد. وهذه مسألة أنه الصلاة نتكلم عنها على الميت تكون في المصلى، هذا الأصل، ويجوز أن تكون في المسجد. نعم. نكتفي إن شاء الله تبارك وتعالى بهذا القدر، والعلم عند الله جل وعلا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.